السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ومع وصفة جديدة. اليوم راح نديرو مع بعض عصير الليمون والموز. العصير هذا منعش بزاف ورقي، يعني لا عندك مناسبة ولا سهرة ننصحك انك تحطيه. اذا بلا ما نطول عليكم نروحوا في الوصفة. نحتاجو ربع حبات تاع ليمون. اذا نحكمو زوج حبات تاع ليمون اللي يكونوا نضاف من الفوق، نحولهم الزاست تاعهم. نحتاجو زوج حبات تاع موز، نحتاجو عطر بذوق الليمون وعطر بذوق الموز، ونحتاجو لافاني. ننصحكم بهاد لافاني ماشي بهذوك تاع لي باكي. اذا نحكمو هذوك ربع حبات تاع الليمون، نحولهم العصير تاعهم ونخلطوهم ميم لي بولب كلشي نديروه مع بعض. معليش من بعد كلشي راح نصفوه. نحكمو الموز تاعنا نقطعوه عادي، حطيته فوق الزاست. ونحكمو البنات الميكسور تاعنا نديرو فيه الموز والعصير تاعنا تاع الجو دوران جو سيترون، ونديرو معاه تاني الزاست. فوالا ندير جو سيترون تاعي ونضيف لهم الموز والزاست. فوالا ونميكسي كل شيء مع بعض. البنات ميكسو مليح، يعني لازم تحصلوا على خليط متجانس، ماشي بالضروره كلشي ينطحن لانه راح كلشي نصفوه، يعني نورمال. فوالا وهنايا بعد ما نميكسوه نكونوا وجدنا لتر حليب. ننصحكم حليب كونديا. واش نديرو هاد المرحله مهمه، نحكموا الخليط تاعنا ندمجوه مع الحليب ونخلوه يرتاح لمده ساعه. هنا لازم يرتاح لمده ساعه باش يعني الزاست تاعنا وكاع يندمج لنا مع الحليب، وبالتالي يولي لك منعش. يعني الصراحه هاد المرحله ولازم لها ساعه حتى ساعه ونص باش يعني تجيك قمه في البنه. ومن بعد واش نديرو، نضيفو كاس ماء فقط. راني رجعتها في الميكسور فقط باش نحي هذوك اللي لصقوا، ومن بعد نعاود نرجعه مع الحليب. كاس ماء نخلطوا كل شيء مع بعض. بنات عندنا لي بولب وعندنا هنايا الطراف تاع الموز عادي، كل شيء راح نصفوه من بعد. فقط خلوه يرتاح لمده ساعه حتى ساعه ونص، ما تفوتوش الوقت المحدد. اذا علاش نخلوه يرتاح؟ باش هذاك يعني الزست تاعنا يطلق البنه تاعو ومام البانان، يعني كل شيء الخليط تاعنا يندمج. اذا وقبل ما نخلوه يرتاح واش نديرو، نحكمو لاغوم تاع السيترون نديرو زوج مغارف كبار، ونحكمو لاغوم تاع البانان نديرو تاني زوج مغارف كبار. هنايا البنات لي زاغوم تنجمو تتحكموا فيهم. انا درت ملعقه صغيره معمره شويه تاع لافاني. هنا لي زاغوم البنات تقدروا ديروا 3 ملاعق، كاين بنات على حسب لانتي تحبي الكو تاع البانان يجي بزاف ديري 3 ملاعق بانان وشويه وزوج سيترون، فهمتي؟ يعني هذوك العطر انا عطيتكم حساب، يعني ديروا زوج كبار وانتم تحكموا فيهم. فوالا نخلطوا كل شيء مع بعض. واش درت انا، غطيت الخليط تاعي ودخلته في الكونجيلاتور، لاني هنايا كان عندي مكش عندي وقت بزاف كنت راح نقدمه. الصراحه يجي منعش، يعني الكو تاعه راح يجي مزيج من البانان وتجي هذيك الطعم هذاك ما تجيش مره شغل ولا، يعني تجي منعش بزاف. اذا انا هنا راني دخلته الكونجيلاتور ارتاح لي، بردته مليح، ومن بعد عاد جبته وصفيته. بالنسبه للبنات اللي الصفايه تجيهم صغيره ولا عندهم مشكل عادي ديروا اناء كبير وديروا كسكاس وصفوا الخليط، راح تخلصوا من الزيت يعني فاسيلمون. اذا هذه هي كانت الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ننصحكم بهذه الوصفه بزاف لانه بزاف بنينه ورقيه وراح تعجب لي زانفيتي تاعك، ما تقدري نتيا ديريها للسهرات وكاع. يعني هذه وصفه راقيه دائما ننصح بها ودائما نعاودها لكم في رمضان. وقبل ما ننسى ما نساوش انه نسكروا العصير تاعنا، نضيفوا له السكر ولكن الكميه على حسابكم نتوما. يعني انت بقيت تضيفي، انا ضفت حوالي 7-8، يعني بقيت نضيف انايا وندوق، يعني على حسب ما حبيت هنايا. اذا السكر على حسب ما تحبوا نتوما.
وبالنسبة للبنات اللي يحبوا العصير تاعهم يكون 100% يعني صحي، يعني ننصحك انك بدل ما تحطي سكر ديري حسل الحر، يعني هذه تجربوها البنات. بالنسبة للبنات اللي عندهم مشكل مع الوزن تاعهم، يعني ننصحكم، يعني هذا العصير اصلا موجه للناس اللي عندهم ضعف في المناعة. كنت راحوا ديروا غاشيرش، غير برك انا درتها بهذه الطريقه، وهما يقدموه يزيدوا فيه واحد شويه يديروا معاه الحسن وكاع، ولكن انا قدمتها لكم بطريقه خفيفه وراح يجيكم بنين بزاف، يعني شاربات الليمون والموز. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم، وما تنساوش تجربوها، وما تنساوش تخلوا لي ارائكم في التعليقات. إذا نلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. وقبل ما نروح، إذا كنتي أول مرة تتابعي فيا، مرحبا بك في القناة تاعي. ما تنسيش تفعلي الجرس وديري لي ابوني، يعني بزاف بنات ما يوصلهمش لي فيديو تاعي باسكو يديروا لي ابوني وما يفعلوش الجرس. لازم حدا الزر تاع الاشتراك راح تلقاو زر تاع جرس، فكليكوا عليه وفعلوه. لازم يجيكم جرس وحده زوج خطوط تعرفوا كيما هكا بلي راكم فاعلين الجرس، وبالتالي تصلك جميع وصفاتي. اذا اعتذر لاني بدات عليكم شويه. فوالا، اذا كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. نلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.